العثور على جثمان غريق ليس أحمد حمدي، والبحث مستمر. في تطور جديد ومؤلم بقضية الشاب البطل أحمد حمدي رزق اللي غرق في بحر راس البر. أثناء عمليات البحث المستمرة اللي بيقوم بها الغواصين وفرق الإنقاذ، تم العثور على جثمان لذكر يبلغ من العمر حوالي 40 عاماً. الجثمان ده متحلل تماماً، والتقديرات الأولية بتقول إنه غريق بقاله أكتر من 3 شهور. المشهد كان صعب خصوصاً على أهالي أحمد حمدي اللي حضروا المناظرة المبدئية للجثمان على أمل يكون ابنهم، لكن للأسف أكدوا إنه مش أحمد. خبر نزل زي الصعقة عليهم ومزود لألم انتظارهم. جدير بالذكر إن أحمد حمدي رزق الشاب اللي عنده 20 سنة ساب مدينة السنبلاوين وجاي راس البر هو وبعض أصحابه عشان يدور على شغل. يوم الحادثة نزلوا المية وسحبتهم الأمواج. فرق الإنقاذ أنقذت 6 من صحاب أحمد، لكن هو اللي اختفى بعد ما ضحى بنفسه عشان ينقذ أطفال كانوا بيصارعوا الغرق. بقاله 13 يوم في أعماق البحر والبحث عنه لسه قائم، خاصة بعد ما عيلته كلها انتقلت لشواطئ البحر الأبيض المتوسط على أمل إنهم يلاقوه هناك. الانتظار طول والألم بيزيد. قلوب مصر كلها بتدعي لأحمد إنه يرجع لأهله وتكشف الأمواج سرها.